بياع في الرياض يدخل مدرسة ويسوي جريمة تقشعر لها الأبدان. في الرياض مدرس من الجنسية العراقية كان يدرس في أحد المدارس في الرياض الحبيبة. الشخص كان طيب وأسلوبه راقي وأسلوبه في التدريس يفتهم لكل الطلاب، ولكن تحول من أسلوب سلس وتعامل سلس مع الطلاب ومع زملائه المدرسين والإدارة إلى أسلوب وحشي، وتحول إلى الجحيم فجأة دون سابق إنذار. هنا الإدارة أعطته الإنذار الأول والإنذار الثاني والإنذار الثالث، بحيث أنهم إذا فصلوه من المدرسة يكون بذلك قد أعطي 3 إنذارات ولم يستطع أن يعدل من شخصيته ومن أسلوبه، وعند ذلك لا يكون هنالك أي تساؤلات وعلامات استفهام على الإدارة، أي لا يكون هنالك ظلم. المدرس هذا من الجنسية العراقية كان تعامله لطيف وحباب مع الطلاب والطلاب يشكرون فيه، ولكن بعد فترة تحول من الأسلوب الحباب إلى أسلوب الجحيم المطلق. الشخص هذا الإدارة بعد ما أعطتها 3 الإنذارات فصلوه من المدرسة. بعد ما فصلوه من المدرسة لم يجعلها تمر مرور الكرام. طبعا الشخص هذا بأواخر الثلاثينات، وهذا يدل أنه بدون شك لديه أولاد، ولكن لم يرحم أولاده وأسرته بعد الفعلة الشنيعة الذي سوف يقدم عليها، ولن يرى النور ولن يرى أولاده بعدها البتة. الشخص هذا أقدم على فعل شنيع، وأكيد أنه كان متعاطي. لا يمكن أن يكون شخص واعي يقدم على هكذا فعل، على الرغم أنه أستاذ ومعلم قدير يقول له الطلاب. الشخص هذا سبب الفصل من المدرسة ضرب في عقله وحسابات ومعادلات، وهي أن السبب هم الأساتذة الذي كان لديه مشاكل معهم، وعند ذلك قرر القرار السيء والخاسر، والقرار الذي ارتكب مجزرة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى في المدرسة، إذ أنه أقدم ومعه السلاح ودخل إلى المدرسة إلى فناء المدرسة وبدأ بالبحث عن الأساتذة والمدرسين الذين كان لديهم مشاكل معهم، وهو يعتقد أنهم هم سبب الفصل. دخل إلى الفصل الأول ووجد الأستاذ الفلسطيني وأرداه قتيلا بإطلاق عدة رصاصات على أماكن متعددة من جسمه، وهو هنا منتشي لم يعلم بفداحة الأمر وسوءه الذي أقدم عليه من القتل، وكأنه لم يفعل شيء. وهنا مر من الفصل الأول بعد أن أردى الأستاذ الفلسطيني أرضا مقتولا، ذهب يبحث عن أستاذ آخر ووجد الأستاذ الآخر وأرده قتيلا بإطلاق رصاصات على أماكن متعددة من جسمه. هنا فر من المدرسة ومن فناء المدرسة وغير ملامح وجهه، بحيث أن أجهزة الشرطة والبحث الجنائي والمباحث لا تتعرف عليه، وكأنه يعيش في لعبة جراند وليس في واقع وليس في دولة تقط المسمار. وهنا ذهب وحاول قدر الإمكان التغيب والدخول في أماكن عديدة بحيث أنهم لا يتقفون أثره ويحصلون عليه. غير ملامحه. هنا الدولة بدأت بالبحث عليه، والدولة قوية جدا وباستطاعتها أن تؤتي بأي كان ولو كان حجمه مثقال ذرة، والله يبحثون بعده ويحصلونه. وغير ملامحه يقول لهم، هنا بدأ يتكلم بمظلوميته وأنه مظلوم. أنا مو بهذا الشخص، شوفوا ملامح وجهي متغيرة، هذا شخص آخر، لا تلفقون التهمة علي، أنا بريء براءة الذئب من دم نبي الله يوسف. ولكن أجهزة الدولة دققت وبحثت واكتشفت أنه هو الشخص الذي قام بالمجزرة بالمدرسة، مجزرة يندى لها الجبين، ومجزرة سوف تظل عالقة بأذهان الطلاب حتى مماتهم، إذ أنهم يرون أساتذة يقتلون أمامهم بوابل من الرصاص دون رحمة أو إظهار أي شفقة من هذا القاتل الأستاذ الذي كان يدرس في المدرسة. والله يمسكونه. بدأ أنه يتلعثم بالكلام، وبدأ أنه ينكر فداحة الأمر وأنه ليس بالقاتل، ولكن ثبت عليه الأمر بالأدلة والبراهين، وتم تنفيذ حكم الله بالقتل عليه، وهذا جزاءه، بل أقل من الجزاء الذي يتمناه.